يا صاحبي. لا بس بقول لك يا صاحبي، السيجارتون ربهم. طب بقول لك ايه، خد ولع السيارة عشان تظبط معاه. لا لا ترفع لا لا معاه لا يا لا. عم، امسك. انت تمام يا يا عم صاحبي. امسك ولع. لا مية مية يا صاحبي. بقول لك ايه، تعال نقعد هنا نلفونا سيارتين تاني. لا 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 يا صاحبي، انا تمام، انا اروح. هتعرف يا ابني تروح ولا اجي اوصلك ولا ايه؟ لا يا صاحبي، انا زي الفل زي الفل ماشي يا حبيبي. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ اهلا. عامل ايه يا عم الشيخ؟ ايه الاخبار؟ مالك يا ولدي؟ مالك مش قادر توقف ليه؟ ايه فيه؟ لا تمام يا عم الشيخ، مفيش حاجه. تمام. ما هو باين. طب ما شفتش علي؟ علي؟ علي مين يا عم الشيخ؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. علي مين اصلا؟ تمام. عايز حاجه يا عم الشيخ؟ تمام يا عم الشيخ. حول ولا قوة الا بالله. بس انا عرفتك فين علي. كنت عارف ان انا هلاقيك هنا. ازيك يا علي؟ كويس. طبعا انت جاي دلوقتي شايف نفسك ان انت اللي صح وانا اللي غلط، جاي تحكي لي على الصلاة. انا جاي اكلمك عن نفسك، عن الطريق اللي انت ماشي فيه ده اللي ما يرضيش ربنا. انت ازاي فاكرني اسمع منك؟ كله كلام كدب في كدب. يعني ايه صلاة ورزق؟ كله كلام فارغ. مش كلام فارغ، انت مش عارف الحقيقة لحد ما تدور عليها. لو كنت بس ركزت في الطريق الصح كنت هتشوف ان الحياة مش بس فلوس ولا مخدرات ولا سهرات. انت مش فاهم حاجة، انا مش محتاج حد يعلمني. الناس كلها بتجري ورا المال والشهرة، دي الحياة الحقيقية. وانت فاكر الحياة الحقيقية في المال والشهرة؟ هما مش هيشبعوك لما تحس انك لوحدك، ومش هيفيدوك لما تكون في اوقات صعبة. يعني ايه تروح لربنا وهو مش شايفني؟ ربنا شايفنا دايما مهما كان حالنا، ولو كنت رجعت ليه هتلاقيه دايما مستنيك، مش عشان محتاجك، لا، عشان بيحبك. هو انا ممكن ابدا تاني بعد كل اللي ضاع مني؟ اللي ضاع ممكن يرجع، لكن مش لوحدك. انت محتاج تبدا حياه جديده مع الله سبحانه وتعالى، وتدور على الطريق الصح. طيب وازاي ابدا؟ تبدا بالنيه والقرار والخطوه الاولى. سامع؟ تعال اقول لك ازاي نبدا، وانت هتشوف ازاي ربنا قريب منك.